السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ نتمنى كاع تكونوا بخير ان شاء الله. كالعاده فيديو جديد ووصفه سهله كما عودتكم دائما. اليوم حباباتي جيتكم بسويس رول او بسكوي غولي ذوق شوكولا. كما راكم تلاحظوا جا بزاف خفيف، جينواز بزاف خفيفه وسهله، اي مبتدئه تنجم تخدمها. قبل ما نبداو ما ننساوش نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونقولوا بسم الله. هنا البنات عندي الربع بيضات كما راكم تشوفوا، الحجم كبير، يكونوا طبعا بدرجة الغرفة. ما لازمش كما دائما نقول لكم تخرجوهم من الثلاجة مباشرة وتخدموا بهم، لازم يكونوا دافين بدرجة حرارة المطبخ. المهم هنا كما راكم تلاحظوا درت الربع حبات تاع بيض وهما كبار بزاف، زعما حجم كبير. وإلا كان عندكم حجم متوسط ولا ديروا 5. درت الرشه تاع الملح كما شفتوني، ودرت 5 ملاعق تاع السكر. هنا كل المقادير غادي نعبرهم لكم بالملاعق، لان كاين بزاف اللي ما عندهمش الميزان، على هكاك يخافوا من الجينواز، على هكا درت لكم بالملاعق. كما راكم شفتوا درت 5 ملاعق تاع السكر. طبعا بلا ما ننساو المغرف تكون صغيره وتكون معمره مليح تاع الفاني، ولا كان عندك السائلات نجمي ديري السائله. شفتوني حطيتها في الاول. المهم هنا البنات لازم الباتور الجينواز ما لازمش ديري بيدك بالفوي، ولا لازم تستخدمي الباتور ويكون بدرجه عاليه، زعما كي تقعدي طلعيه ملي حتى يولي اللون تاعو ابيض ويضاعف الحجم الى 3 مرات. هذه هي البنات بعد ما خلطت مليح وضعف الحجم. هنايا جبت 5 ملاعق تاع الماء و5 ملاعق تاع الزيت. هنايا كي نضيفوا الزيت والماء نخلطوا غير شويه، ما نكتروش تخلط بالباتور باه ما يهبطلناش الخليط، ونحبسوا الباتور تاعنا ونروحوا نجيبوا النواشف. هنايا عندنا الفارينه والكاكاو. الفارينه هنايا ديروا 3 ملاعق كبار يكونوا معمرين مليح مقبلين بومبي تاع فارينه، وزوج مغارف تانيك كبار تاع الكاكاو. هنا نوري لكم في النوعيه اللي نخدم بها، لازم يكون كاكاو نوعيه جيده، البني المر، ما ديروش هذاك الاسود لانه يعطي بنا مشي شابه. انا نخدم بهذا المرجان صراحه هايل وبنته بنينه. كما قلت لكم هنايا درت 3 مغارف، نعاود لكم 3 مغارف تاع فارينه يكونوا كبار مقبنين مليح، ودرت معاهم 2 مغارف كبار تاع الكاكاو، ومغرف صغيره تاع القهوه تكون معمره تاني مليح تاع خماره تاع الحلوى، خماره كيميائيه او الخميره الكيميائيه. المهم البنات الا كنتو باغيين ديروها فاني، تنجموا تستغنوا على داك الكاكاو وتعوضوه بالفارينه، يعني 5 مغارف تاع فارينه. وهنايا نغربلهم، طبعا لازم نغربلوا الفارينه والكاكاو ونحرك غير بالعقل. انا حركت غير بهذاك عندي لافوي ولا سباتول، غير بغيت نحرك بهذا الكرع تاع الباتور. كاين بزاف اللي مش متوفرين عندهم هذو الادوات تاع الباتيسري، ولا تنجمي غير بالكرة تاع الباتور وتحركي. المهم تحركوا على شكل دائري كما شفتوني انا نحرك، ما تزربوش في التخلاط باش ما يهبط لكمش الخليط تاعكم. انا هنا شويه الفيديو راني مسرعاته باش ما يجيكمش طويل. هذه هي البنات حتى نحس كامل داك الخليط دامج مع بعضه. هنا جبت الصينيه، الصينيه هنايا 45 على 35 سنتيم، وطبعا فرشتها بورق الزبده، لازم نفرشوها بورق الزبده. ونحط الخليط تاعي هنايا. وخرت هذاك الكرع تاع الباتور، وجبت هنايا سباتول ولا ملعقه باش نخوي مليح هذاك الخليط، ونحاول نسوي السطح تاع هذا الجينواز. لازم يكون متساوي باش كي طبنا ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. وطبعا الفرن قبل ما نبدا كلش في اي غوسه تاع باتيسري ولا كاطو، تشعلي الفرن قبل ما تبداي باش كي تكملي تصيبي سخون. طبعا غادي ندخله على درجه الحراره 170، وندخله نشعل عليه من التحت ومن الفوق. كما راكم تشوفوا خبطت 2 خبطات كيما هكا، خرج منها الهواء ودخلته، شعلت عليه من التحت ومن الفوق. صراحه انا ما خداليش حتى 8 دقائق، بالخف طابلي. وهنايا بعد ما طاب خليته في الصينيه غير 1 2 دقائق،
ومن بعد كينا نحيتو درتو فوق سيرفيات كيما راكم تشوفوا. جا هايل هذا الجينواز كيما شفتوا، ما فيه والو، فيه غير البيض والسكر. جا خفيف، جا ما شاء الله، ما تخافوش خدموه، اكيد راح ينجح لكم. هنا بعد ما قلعته من الكاغط تاعو، عاود قلبته في السيرفيات. وهنايا نروح وهو دافي نروح نروليه. هنا هذو اللي خافوا انايا قادره اني موالفه به، قادره مباشره كي يبرد نروح نروليه، ندير له لاكريم ونروليه. مي هذه الاستيس اللي يخافوا باش يتكسر لهم، ديروا هذه العفسه، رولوه وهو دافي وخلوه يبرد في الثلاجه. وهنا طبعا لاكريم شانتي كامل راكم تعرفوا ديروا لاكريم شانتي. انا درت كاس تاع بودره الشانتي مع كاس ناقص اصبع ماء يكون بارد او حليب يكون بارد. انا كيما دائما نقول لكم باش تتفادوا كيما نقولوا كاين الباتيسري اللي تخلي في الثلاجه يقعد لك حتى يومين 3 ايام ولا، باش ما تخافيش يفسد لك ديري الماء. ولا تعرفي يتكل في نهاره ولا غير اليوم غدوه ديريه بالحليب. شايه لازم يكون حليب بارد 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 بزاف. وذاك السيرو طبعا انا خدمت السيرو خليته برد، درت كاس سكر، عفوا ماشي كاس سكر، درت كاس الا ربع تاع سكر مع كاس ونص تاع الماء، وخليتهم يغلو 10 دقائق وطفيت عليهم وخليتهم حتى بردوا. ودرت لهم فانيك ذيك ليكستري تاع الكراميل كيما اللي درتها في لاكريم، درت تاني ليكستري تاع الكراميل. ولا تنجموا تخلوا غير هكاك ماشي مشكل، ماشي شرط ديروا هذا ليكستري. وهنا طبعا راني نشرب فيهم كيما راكم تلاحظوا، ما نشربوش بزاف لان الجينواز تاعنا جات خفيفه. هذه هي البنات بعد ما شربتها غير شويه درت لها هذه لاكريم، نحاول نسوي لها السطح كامل ونديرها على سطح مستوي باش ما تجيناش جهه فيها لاكريم بزاف وجهه ما فيهاش. هذه هي البنات كما راكم تشوفوا الجينواز ساهله. لاكريم شانتي راهي واجده في المحلات، غير طلعيها بالحليب ولا بالماء وانت خدمتيها. هنايا بغيت كاضافه، ماشي شرط تي ديريها اي حشوه تبغي ديريها. تنجمي ديري موز، تنجمي ديري فراوله، تنجمي ديري اي مكسرات. انا كانوا عندي هنا غير شويه تاع كوكو مقلي ومرحي، وهنايا شويه تاع الجوز تاع القرقاع، حاولت نزربحهم هكا، هرستهم غير بيديا. وتاني كتبت شويه تاع الكراميل، هذه جاهزه تانيك ضفتها. المهم اي حشوه تفضليها ديريها. هنايا تانيك غادي نحاول الروري تاعي البسكوي، ونحاول ما نخليش الفراغات كيما نقولوا كي نجرورو عفوا الروري فيه ما نخليش الفراغات. هنا لازم نضغط عليه مليح باش تلصق لنا ديك لاكريم مليح مع لاباط تاعنا. وطبعا لازم ندخلوه للمجمد حوالي نصف ساعه ولا حتى ساعه حتى يحكم روحها مليح البسكويت تاعنا. ومن بعد كينا نخرجوه. هنايا عندي حوالي 150 غرام تاع شوكولا بالحليب، درت لها غير شويه تاع حليب ذوبتها في كاسرونه، وضفت لها هنايا الكوكاو المقلي مهرس هكا خشين. درت هنايا 3 مغارف كبار تاع كوكاو. المهم هنايا راني نوري لكم، هنايا تنجموا ديروه مباشره فوق البسكوي، وتنجموا ديروا كيما انايا درت، قالت لي شويه على تاع لاكريم طليتها كامل فوق البسكوي تاعي او فوق الرولي كيما هكا. البنات نطليها كامل في الجوانب. هنايا معلي البسكوي تاعنا راه بارد بزاف، تقريبا راه جامد. تما ما لازم ماشي شرط عليا نروح كي ندير لاكريم نعاود نديرها في الثلاجه. وانتم الا ما كانش جامد لكم مليح ديروا لاكريم وتحطوه تاني في الثلاجه حوالي ربع ساعه وعاودوا خرجوه وديروا عليه هذه الشوكولا. انايا درته مباشره لان البسكوي تاعي راه بارد. هذه هي البنات نحاول نغطي كامل هذا البسكوي تاعي بهذيك الشوكولا اللي درت لها الكوكاو. تجي المنظر تاعها الشباب تقريبا كيما سنيكرز. هذه هي البنات
ومن بعد كينا نروح نعاود نرجعها للمجمد او الثلاجه حتى تحكم روحها مليح هذا الشوكولا. ومن بعد كينا نجيبوها ونقطعوها. اقعدوا معايا. هنايا البنات بعد ما بردت هذيك الشوكولا حكمت روحها. هنايا جبت ماء سخون 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 بزاف، جبته باش نقطع به هذا البسكوي. نحطوا السكين في الماء باش يعطينا منظر شباب في التقطاع. كما راكم تشوفوا جا هايل هذا البسكوي، راني قطعت لكم غير الحواف وجاء ما شاء الله. انا غادي نقطعهم، ما غاديش نعرض. نتوما تنجموا تعرضوا في لي مورسو، تنجموا تنقصوا. مهم انا هذا البسكويت قطع لي 8 حبات، 8 حبات بلا هذوك الحواف اللي منهم. غادي نستمر انا هكا في التقطاع ومن بعد كينا نشوفوا نكملوا التزيين تاعه. وهنايا البنات عندي غير شويه تاع لاكريم بقات لي، درت هذو لي روزاس. ومن بعد كينا غادي نحط فوقهم واحد ديبول هكا دوغي. انتوما تنجموا تخلوهم سامبل هكا يجاو تانيك ما شاء الله. وهذه هي البنات، هذا هو البسكويت تاعنا او السويس رول. جا بزاف بنين صدقوني، ديك الجينوات جات خفيفه خفيفه ولو ما تشربيهاش وجات ما شاء الله. صدقوني روعه. ان شاء الله بربي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. وغادي نوري لكم، غادي نقسم معكم. طبعا هذه لازم نقسم معكم باش تشوفوا القوام تاع الجينواز تاعنا. جات خفيفه بزاف، جات ما شاء الله عليكم. شاهدكم في الجنة ان شاء الله ان شاء الله حباباتي. وكالعادة ما تنسوش ديروا لي جيم واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنسوناش بالبارطاج. شاركوا هذا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم. والى الملتقى ان شاء الله. مع السلامة.